السلام عليكم. قبل ما نجاوب هذا الاخ هذا على شكرا بعد على هذا السؤال هذا لانه مهم بزاف. اجي نشوفوا واحد الفيديو قصير بالزربه، هو طويل ولكن خديت منه واحد المقطع. طبعا ما بلقحش الا عند اكتمال عدد الايام بعد الولاده 60 يوم، من 50 ل 60 يوم عشان الرحم يرجع لحالته الطبيعيه. هنا برنامج هرمون بسيط على اساس ان هي لو ما شعتش بدي اللي هو الاستروميت. بعد الثالث يوم من اعطاء الاستروميت بفحص واشوف هل هي شعت ولا لا. اذا شعت خير وبركه بتم تلقيحها، لو ما شعتش بدي الجرعه الثانيه في اليوم ال11 من تاريخ اعطاء الجرعه الاولى بالنسبه للاستروميت، وبرضه بفحص بعد منها. شفتوا الفيديو خديت منه مقطع قصير باش تشوفوا. وحاجه اخرى باش ما يقولوش لي راه لا هذا راه فيديو خديتيه هذا مصري كيهضر، لا كاينين ديال بالعربيه الفصحى، كاين الدكتور بيرج كيهضر على هذا الشيء، كاينين بزاف اللي كيهضروا على هذا الشيء، كاين وثائقي ديال مارك، كاين بزاف. كاين فيديوهات ديال المغاربه. هو علاش انا اختاريت هذا الفيديو؟ لان الفيديوهات الاخرين كيجيبوا كيكون يهضر وهو كيتم تلقيح البقره وهو كيهضر، يعني ما نقدرش انا ناخذ هذاك المقطع ونجيبو نحطو لكم هنايا تشوفوه. انا ما قدرتش، المهم انا ما قدرتش. تقدروا نتوما بوحدكم تدخلوا وتبحثوا على هذه الفيديوهات وتشوفوهم بعينكم وتقراوا وبحثوا وشوفوا ياك. بالنسبه لهذا السؤال هذا اللي غادي نجاوب عليه، لانه الفيديو غيكون شويه طويل، وبغى نوضح شي حوايج اخرى. مهم نحاول نجاوب هذا الاخ هذا اللي كيقول لي اذا طبخ الحليب جيدا هل تنتزع منه النار تلك المواد كما ذكرت؟ وشكرا. واخا لا، حقيقه لا، واخا طبخوا حتى الصباح. بزاف ديال الناس كيسحب ليهم باللي الغليان او الفيضان ديال الحليب فوق البوطه كيعقم الحليب من كل شيء، ولكن هذه فكره. الهرمونات عباره عن مركبات كيميائيه دهنيه وماشي بكتيريا. هاد المركبات كتقاوم الحراره، مقاومه للحراره. يعني واخا تطبخ الحليب حتى يفيض، هرمون الاستروجين اللي جاي من البقره الحامله كيبقى عايش وفعال وما كيتاثرش بالحراره، فهمت؟ يعني ما كيتاثرش بالحراره العاديه ديال المطبخ وكيدوز للجسم. هذا الطبخ فوق النار كيدير البروتين الكازين عمليه كتسمى ديناتوراسيون، يعني كتغير الشكل ديال الجزيئات ديالو، كتخليه يتجمع كيولي اقوى واصعب في الهضم على المعده والامعاء. هذا الشيء كيزيد من احتماليه الحساسيه والانتفاخ. اما بالنسبه للادويه والمضادات الحيويه اللي كيزرقوا البقر، حتى هي مركبات كيميائيه مستقره حراريا في الغالب. والطبخ يعني الطبخ فوق النار ما كيهرسهاش وما كيحيدهاش من الحليب. الطبخ فوق النار كيدير واحد حاجه وحده، كيقضي على البكتيريا والميكروبات بحال السالمونيلا والبروسيلا. يعني الا شريتي حليب بلدي عضوي من مزرعه من بلاد من عروبيه كيف ما بغات تسميها، ضروري تطبخ هذاك الحليب، ضروري يتطبخ فوق النار، لانه كتكون فيه بكتيريا ضاره اللي كتقدر تدوز الحليب في وقت الحلب. اما الحليب ديال الكرتونه اللي كتشريه من الحانوت، هذاك ديجا مبستر ومعقم في المصنع، يعني واخا تعاود تغليه في الدار ما غتبدل فيه والو، والسموم الهرمونيه والكيميائيه غتبقى هي ما غاديش تتغير. ندوزو للناس اللي كيقول لك كيهربوا من الحليب وكيقول لك نمشيو الحليب ديال يا ربي الشوفان والكوك واللوز. غادي نقول لك بان هذاك الحليب راه ماشي حقيقي 100%، ماشي حقيقي كيف ما كتشوفيه مكتوبه في الكرتونه حليب حقيقي 100%، راه ماشي حقيقي. شنو دير ملي تبغي تمشي تشريه؟ قلب الكرتونه وقراها، قلب الكرتونه مفابس، قرا شوف النسبه ديال اللوز اللي غيكون يا اما نكهه غير منكهات وغير ولا كان فيه اللوز غيكون فيه واحد النسبه 2% كاع، الا كثروا حتى 5% ما تبقى كلها ما
يعني 95% من الماء مع الزيوت المدرجه ومواد كيميائيه ومستحلبات بحال الكراجينان. هذا الكراجينان شنو هو ومنين كيجي؟ هذا واحد المستحلب ديال مستخلص ديال الطحالب الحمراء اللي كتكون في البحر. هذيك الطحالب كيستعملوها علاش؟ هذيك ما كتخليش الماء يتفصل على هذيك، على داك اللوز ولا على داك الكوك ولا فهمت. هو كيتستعمل بديل بديل الحليب، ولكن هو راه مضر الصحه. تسمع جاي من البحر طحالب البحر تقول راه صحي، لا، كيخرب الجدار ديال المصران، فهمت يعني. هاد كيف قلت هذا ما كيخليش الماء يتفصل على المواد الاخرى، الزيوت واللوز ولا كوك ولا شوفان. سمحوا لي. بغيتي بديل صحي صيبوا عندك في الدار، شد هاد اللوز ولا شوفان ولا كوك وطحنوا راسك ما غاديش يجيك بحال هذاك اللي غادي تشري، ولكن هنا فين غتعرف وتكتشف بان هذاك اللي كتشري راه ماشي حقيقي. صافي. دابا بغيت نوضح شي حوايج. انا ماشي دكتوره ولا عالمه، لكن انسانه كتحب البحث والقراءه والكتابه. وتاني حاجه الاخ اللي قال لي انت كتعاودي هذاك الشيء اللي كتقراي، الحمد لله كنساعد في نشر المعلومه للوعي وما كنهضرش في شي حاجه جديده. لكن الا كنت انت عارف هذا الشيء 10 ما عارفينوش. وزيد انا كنحترم اراء الناس كاملين، انا ما جيتش من الفضاء، انا وحده منكم. شاركوني آراءكم ونشارككم الرأي ديالي، ما كنقل احترامي على حتى شي واحد، وما جيت نصحح ما قال الدكتور العوضي الله يرحمه. حاشا ولله، احنا هنا باش نتعاونوا ونناقشوا مواضيع، وما كنقول حتى شي واحد منع شي حاجه. انت حر، هذيك صحتك، ما عندك علاش تعصب. هذا الشيء اللي كتسمع حقيقه، قبلتي ولا ما قبلتيش انت حر. كتسول على البدائل، الدكتور ضياء الدين العوضي الله يرحمه قال لك سواء الحليب عضوي ولا ماشي عضوي راه كيضر الصحه، لكن الناس ما كتقبلش هذه الفكره، باغين بديل. لهذا قلت الحليب العضوي ارحم، ولكن ماشي تاخذها سباده عباده. كلشي هذا الوقت مغشوش. شنو نديرو؟ نقهروا روسنا نموتوا بالجوع؟ رجع للفطره الطبيعي والصوم، راك ما غاديش تموت. الجسم خلقه الله ماشي غير للاكل، بالعكس للعباده، والصيام عنده فوائد صحيه، وهذا الشيء كلشي عارفه، ولكن الانسان دماغه ما مستوعبش هذه الحقيقه. الجسم كيعالج نفسه بنفسه، وهذه نعمه وفضل من عند الله سبحانه وتعالى. الرجوع للاصل فضيله. وفي النهايه خليت لكم الراحه، ونتلاقاو في فيديو جاي. الفيديو الجاي غيكون على الخضره. غادي تقولي واش دخل الخضره وانتي نقول لكم انا ديجا خدمت في الفلاحه وفي مصنع ديال الخضره. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.